السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هبة من يوميات في المطبخ، قناة خاصة بالطبخ والحلويات. النهاردة هنعمل مع بعض فيديو جديد، وهنعمل مع بعض الجاتو كده بكل تفاصيله. جاتو المحلات بتزيين حلو قوي كده زي ما انتم ما شايفين. دستة جاتو تزيينها مختلف. تابعوا معايا الفيديو للآخر، والناس اللي لسه معايا جديدة في القناة هتفعل كلمة هتدوس على كلمة الاشتراك اللي بالأحمر، وتفعل الجرس على الكل عشان يوصلها مننا كل جديد. معايا كده الوصفة بتاعتي. اول حاجة كده انا هعمل 250 جرام سبونج فانيليا. يعني ربع كيلو. هاخد عليهم 3 حبات من البيض، وهاخد عليهم نص معلقة من محسن الجل. محسن الجل بونو زي ما انتم شايفين. المحسن بتاعي شفاف. المحسن ده جميل جدا، استخدموه. في منه اكياس صغيرة، وفي منه العلبة اللي هي الكيلو دي. هاخد عليهم زي ما قلت لكم كده 3 حبات من البيض، ورشه الفانيليا، والمحسن الجل، وربع كوبايه من الميه. هضربهم كويس قوي كده بمضرب تكون سرعته عاليه. انا معايا المضرب بتاعي 400 واط. طبعا كلنا عارفين كان معايا العجان، بس العجان باظ. ادعولي ان انا الاقي حد يصلحه، مش لاقي حد خالص بيصلح عجانات هنا، وانا مش عارفه التوكيل بتاعه فين بصراحه عشان اوديه يتصلح. فلو حد معايا كده على القناة بيتابعني، انا محافظة الجيزة. لو حد يعرف حد بيصلح عجانات هناك يكتب لي كده المكان بتاعه ولا عنوانه في الكومنتات. معايا كده خدت السبونج بتاعي كده زي ما انتوا شايفين. السبونج تضاعف حجمه ازاي وتقيل جدا. طبعا ده بيرجع لسرعة المضرب. انا معايا المضرب 400 واط. السبونج عشان تشتغلي فيه ويطلع معاكي ناجح لازم يكون المضرب سرعته عالية جدا. طبعا في العجان طبعا بيخلي السبونج يتضاعف حجمه ويزيد. طبعا عارفين كلنا العجانات شغلها غير شغل المضرب بكتير. خدت كده المقدار بتاعي على صاج 25 في 35، ودخلت الفرن على درجة حرارة عالية جدا. الفرن شغال من قبل ما ابدأ في الوصفة بتاعتي خالص. وده تاني مقدار. طبعا هي كانت الزبونة كانت عايزة نص شوكولاتة ونص فانيليا. ده تاني مقدار كده. خدت ربع 250 جرام من السبونج. انا خدتهم 260 جرام المرة دي. قلت عشان ده انا هعمله شوكولاتة فانا هاخده زيادة شوية. بس لا، انا لقيت حجمه كتير عن الفانيليا. يعني اما جيت اعمل الجاتو لقيت الجاتو الشوكولاتة عالي عن جاتو الفانيليا. فخليكي في 250 جرام بس من السبونج. خدت عليهم 3 حبات بيض، وخدت عليهم ربع كوبايه من الميه، نص معلقه محسن جل. وبعد ما ضربتهم كويس قوي والتضاعف حجمه كده، رجعت بقى وقفت العجان وقفت كده المضرب، وخدت معلقه كبيره هرميه من الكاكاو الخام. هتقولي انت حطيتي 3 معالق. لا، المعلقه اللي انا بحط بيها دي معلقه بتاعه اللانش بوكس بتاعت ولادي، كنت واخداها معلقه صغيره ممسوحه كده. فخدت منها 3 معالق بمقدار معلقه كبيره هرميه. واخدتهم على الصاج برضو 25 في 35 زي ما قلتلكوا. الصاج ده بيطلع معايا 6 قطع جاتو كبيرة. القطعة بتكون كبيرة وحلوة وطبعا الجاتو القطع الكبيرة ليها سعر والصغيرة ليها سعر. انت طبعا بتنزلي على الجروب الاسعار بتاعتك، والزبون لما بيكلمك بيقولك انا عايز دي او دي. تمام كده. دخلنا كده الجاتو الفرن وسيبناه بقى كده يستريح. انا اليوم ده كنت مضغوطه وكان عندي شغل كتير جدا، جاتو وتورته، كل ده مطلوب مني. بس انا طبعا صورت الفيديو على اجزاء علشان ما تملوش من الفيديو، لان الفيديو لو كنت صورته كله على بعضه وعملت الشغل كله فيه كان هيبقى طويل عليكم جدا. جبت كده الاسبونج بتاعي وقسمته نصين كده اهو، وحشيت كده اول اسبونج فانيليا. عملت له الكريمه البيضه بتاعه الشوكولاته. كريمه بيضه بتاعه الكريم شانتيه. دي كوبايه من الكريمه، عليها كوبايه ونص من الميه المتلجه، عليها نص كوبايه سكر، معلقه كبيره باستري، وضربتهم كويس قوي قوي لحد ما الكريم تماسك معايا كده وتضاعف حجمه. وابدا بقى احشي بقى الجاتو بتاعي زي ما انتم ما شايفين. تمام كده، قولوا تمام. الناس اللي وصلت معايا الفيديو المقطع ده حطوا لنا بقى لايك، واوعوا تنسوا اللايك عشان عارفه انتوا بتقعدوا تشوفوا الفيديو وبتنسوا تحطوا اللايك خالص. حطوا لايك لان اللايك ده اللي بيكبر الفيديو وبيخليه يوصل لاكبر عدد ممكن. ده تاني كده سبونج الشوكولاته قسمته برضو نصين كده، وحطيت برضو عليه بقى كريمه الشوكولاته بنفس المقدار، بس الفرق ان انا بحط عليها معلقه كاكاو عشان تديني كريمه الشوكولاته. تمام كده. وانا الكريمه عملتها في كذا فيديو قبل كده. خشوا على الفيديوهات التانية هتلاقوني عامله الكريمه فيها كتير بالتفصيل.
اهو كده زي ما انتوا شايفين. ادخلهم بقى الفريزر. انا كنت بشتغل قبلها بيوم، ده تاني يوم كده كنت طلعتهم بقى من الفريزر تاني يوم الصبح. وقسمت كده الفانيليا كده ل3 خانات. ليه بقى 3 خانات؟ الخانة بتديني قطعتين من الجاتوه. هي كانت عايزة أطعمة مختلفة، فعشان كده أنا قسمتهم ل3 خانات، قلت هعمل قطعتين وقطعتين وقطعتين. تمام كده. خدت خانة حطيت عليها جيلو فراولة، جيلو فراولة متحدة. الخانة التانية جيلو مانجا متحدة برضو. والخانة التالتة هناخدها بالنوتيلا البيضة. اهو بسويها كويس قوي عشان يبقى الشكل متساوي كده وحلو. ودي نوتيلا بيضة كده، معلقتين من النوتيلا البيضة عليهم شوية كده من الزيت، وقلبتهم كويس قوي لحد ما تبقى سايلة خالص معايا كده وكريمي خالص زي ما انتم ما شايفين. اهو كده هاخدهم دول بقى على الخانة التانية كده. النوتيلا دي دكتور بيكر يا بنات، كنت اول مرة اجربها وكان بصراحة جميلة جدا وعجبتني، حلوة قوي. دي كده مربى حليب. مربى حليب انا واخدة عليها معلقتين كده مية. دول معلقتين مربى حليب، حطيت عليهم معلقتين ميه وقلبتهم كويس قوي. لو قلبتيهم ولقيتيها كلكعت معاكي، خديها على حمام بخار مائي، هتسيح معاكي جدا وهتبقى سايله خالص كده. مربى الحليب دي نوعها كواليتي جميله جدا في الروزيتات بتاعتها، اللي هي دي اللي انا بعمل منها روزيتات على التورت، وحلوه قوي بصراحه ربنا. اهو كده اخدتهم دول كده. يعني انا قسمت الجاتوه الشوكولاته لخانتين بس. خانه كده هاخد منها 3 قطع جاتوه بالمربى الحليب، والباقي بقى هاخده بصوص الشوكولاته. وصوص الشوكولاته ده جينو متحده برضو. وانتي بتشتغلي في الجاتوه ما تشتغليش بالجناش، اشتغلي بالصوص الجاهز، صوص الشوكولاته الجاهز. ما تعمليش جناش عشان الجناش في الحر ده بيسيح وبيبهدل الدنيا، فاشتغلي بصوص شوكولاته جاهز في الجاتوه بالذات في الحر. هشيل بقى الحروف بقى بتاعتي كده، هساوي الجاتوه بتاعي واشيل الحروف، وعلى قد ما تقدري ما تهدريش كتير قوي من الحروف. شايفين زي ما انتوا شايفين كده، انا بشيل حاجات بسيطه خالص، ما هدرتش في الجاتوه بتاعي كتير. قسمته بقى كل خانه كده لقطعتين. وقسمت الشوكولاته كده عملتهم كده 6 قطع. في قطع زياده خالص طبعا دي رفيعه خالص انا هشيلها في الشوكولاته. وعملت خطوط كده بالشوكولاته، بصوص الشوكولاته على على الجاتوه اللي بمربى الحليب كده، وعلى الجاتوه اللي بالمانجا زي ما انتوا شايفين. ورسمت المفتاح الموسيقي كده زي ما انتوا ما شايفين كده، مع قلب صغنن جنبه كده بالنوتيلا البيضة. طبعا الرسم ده بالقمع اللي هو بتاع الكتابة، قمع الصغنن خالص بتاع الكتابة. وبحط بقى جيلو توت كده على اللي بالشوكولاتة، واللي بالمربى الحليب حطيت كده روزيتات كده بمربى الحليب، وحطيت كريسبي ابيض وبراد شوكولاتة كده. والتزيين ده رجع لك انت. اشوفكم على خير ان شاء الله.